اهلا بكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده هنرجع ماوس جديد من ماوسات تكنو زون، وهو التكنو زون في 6. ده الاصدار تقريبا المحسن منه، فيعني خلينا نشوف ايه اللي حصل مثلا في الماوس ده فعلا كويس ولا لا. وخليني اقول لكم كده مميزات وعيوب الماوس ده هو سعره 415 جنيه من عند كومبيو ستيشن. هسيب لك لينك الشراء بتاعه تحت في الديسكربشن. خلينا نبدا اول حاجه بتصميم الماوس. تصميم الماوس هنا جاي باللون اسود كده المط، ما بيبصمش او كده. في نفس الوقت برضو جاي كده بشريط ار جي بي كده حوالين الماوس، واللوجو بتاع تكنو زون برضو بينور ار جي بي. فهو كتصميم هو تصميم كويس، مش ما فيهوش حاجه مختلفه، وفي نفس الوقت برضو التصميم مش وحش، فتصميم حلو. بعد كده الماتيريالز بتاعت الماوس هنا جاي بالكامل من البلاستيك. هو البلاستيك مش بريميوم ولا هو بلاستيك سيء، هو حاجه في النص كده، حاجه يعني كويسه، مش تتكسر معاك على طول كده او بتاع. فهو كبيلد كواليتي كويس. بص، على كده العاده المره دي، بس انا هقلب يمكن ترتيب الريفيو شويه، عشان في شويه حاجات كده محتاج اقولها لك في الماوس ده مهمه جدا بصراحه. بص، هو عندك هنا السوفت وير بتاع الماوس ده ليه سوفت وير. السوفت وير بتاعه بسيط وسهل، ممكن تعمل منه ماكروز، ممكن تغير منه دي بي اي، ممكن مش عارف تعمل منه بروفايلز، معاك 5 بروفايلز. يعني ممكن يعني سوفت وير بسيط، سوفت وير سهل انت تتحكم منه في حاجات كتير من الماوس، ويعني مش حاجه معقده زي بقيه السوفت ويرز بتاعت الماوس التانية. ماشي كده، خلصنا بقى من نقطه البيلد كواليتي والجماليات والار جي بي والكلام ده كله. خليني ابدا لك كده بمواصفات الماوس ده، بعد كده اقول لك بقى تجربه استخدامي انا للماوس ده. الماوس بيجي ب 7000 اف بي اس، وبيجي باكسلريشن 20 جي، وبيوصل لحد 12800 دي بي اي، وبيجي بولينج ريت 1000 هرتز. ده غير ان هو بيجي ب 60 اي بي اس، وبيجي بسويتشات غالبا من هو نيو. هو مش مكتوب في السايت بيجي بسويتشات ايه، وانا برضه مش مسموح لي ان انا افتح الماوس واشوف بيجي بسويتشات ايه، بس هو انا باكد لك ان هي من هو نيو، لان هو تقريبا نفس سويتشات الماوس الفي 62، ونفس برضه سويتشات ماوس اللي هو تكنو زون في 5 اللي احنا كنا لسه عاملين له مراجعه من كام اسبوع. بالنسبه للسنسور فهو مش مكتوب على السايت ولا على العلبه، وانا برضو زي ما انت عارف ان هو مش مسموح لي افتح الماوس، فبصراحه مش عارف ايه السنسور اللي موجود جوه. خلينا مبدئيا كده اعلق على نقطه ان هو 60 اي بي اس. 60 اي بي اس يا جماعه قليل جدا. هو هنا يعني يمكن في الموقع عملوا تجديد، واخيرا سمعوا لحكايه اللي هو لازم يكتبوا الاي بي اس. هم كتبوا ان هو 60 اي بي اس، وبالفعل وانا بستخدم الماوس ده، الماوس مش سلس، الماوس فيه تقطيعات، لان فعلا رقم 60 اي بي اس هو رقم قليل. وبرضه في نفس الوقت يعني اي ماوس انت بتشتريه بقى سواء للجيمنج او لاي حاجه لازم يكون 100 اي بي اس على الاقل او اعلى. يعني كل ما يبقى اعلى كل ما يبقى افضل، لان هو بالتالي كده مش هيقطع. تاني برضه مشكله واجهتها مع الماوس هو ال او دي بتاعه، اللي هو اختصار لكلمه ليفت اوف ديستنس، اللي هو تتبع السنسور من على البادل لما تيجي ترفع الماوس. وعموما ال او دي بتاع الماوس ده طلع 4 دي في دي. لا، ومش 4 دي في دي مثلا وخلاص الماوس مش لاقط نهائي، لا ده 4 دي في دي والماوس يعني لاقط بس بيقطع كده تقطيعات. يعني ممكن نقول ان هو كمان 5 دي في دي، 5 دي في دي او 4 دي في دي، 4 دي في دي ونص او 5، يعني بيلعب في حدود كبيره قوي. فبص، الخلاصه كده عشان ما نقعدش نتكلم كتير ونهي في كلام كتير. انت لو واحد جايب الماوس ده للجيمنج، جايبه للمونتاج، جايبه كاستخدام عادي، خصوصا الماوس ده ب 415 جنيه، فهو يعني الماوس مش رخيص يعتبر. في حاجات كتير جدا في الفئه السعريه دي افضل من الماوس ده بكتير جدا، حتى بعد زياده الاسعار. يعني مش هقول لك الجي 102 لان هو خلاص سعره بقى 600 وشويه والكلام ده، بس هقول لك مثلا حاجه زي التكنو زون في 62. شركه تكنو زون هي اللي عاملاه، وكنت لسه مراجعه من مفيش برضه، يعني من حبه حلوين، وكان بصراحه ماوس فاجئني، كان ماوس حلو جدا. كان عندك برضه الفي 68 كان برضه ماوس حلو جدا جدا، وكان برضه هو لازال بنفس السعر. ففي اختيارات تانية برضه من تكنو زون كويسه. وبس كده، اتمنى اكون غطيت كل حاجه عن ماوس التكنو زون في 62. اشوفك الفيديو اللي جاي، وسلام.